ازاي؟ المدارس العلاجيه بتقول انك لازم اول حاجه تسمع مشاعر الخوف والغضب والحزن اللي اتحبست جواه وتديه مساحه يطلع اللي جواه في اسلوب اسمه اعاده الوالديه للذات. يعني ببساطه انك تكون الاب او الام اللي كنت محتاجهم وانت صغير، تدي لنفسك الحمايه والتشجيع والحب اللي ما خدتهوش. ومن هنا بيجي العلاج العملي. اي موقف بيخليك تبالغ في رد الفعل اسال نفسك هو مين اللي سايق دلوقتي؟ الراجل الكبير ولا الطفل الصغير؟ مين اللي انفعل وكسر الدنيا؟ استاذ عبد الرحمن مدير الشركه الخمسيني ولا بودي اللي في كي جي 1؟ مهم جدا انك تكتب رساله للطفل اللي جواه تحكي له انك موجود عشان وانك مش هتسيبه يتاذي تاني. جرب المواجهات التدريجيه. يعني لو جواك طفل تعلم الخوف من النقد، تعرض نفسك لمواقف نقد امن علشان تعيد برمجه استجابه. نقد امن تروحش لحد يهلفتك قدام نفسك ويغتصب طفلك الداخلي. ممكن كمان تستخدم تكنيك العلاج باللعب او الابداع، لان الطفل الداخلي بيحب ايه؟ اللعب، الرسم، الغنى، برنامج الاباجوره. طفل بقى هيحب ايه؟ يعني جلسات مجلس الشعب المسجله دي مش تفاهه، دي ادوات علاجيه معتمده في البلاي ثيرابي. بس يا سيدي جرب الحاجات دي وادعي لي. استنى الحلقه الجايه بموضوع جديد هننور عليه الاباجوره.